صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. الفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون ريفيو عن زيت لوريال مخصوص للوش، وفي 8 زيوت. هكلمكم عنه بالتفصيل. كتير منكم سألتوني عنه وعن فوائده وبيعمل ايه واستخدامه ازاي بعد الفيديو بتاع الروتين بتاع العناية ببشرتي، فهقول لكم عنه بالتفصيل في الفيديو ده ان شاء الله. اول حاجة هو بيجي في العلبة دي، علبة كرتون عادية والحتة دي شفافة، والازازة نفسها بتاعة الزيت ازازة ازاز والزيت لونه اصفر، ومعاه القطارة دي علشان تتحكمي في عدد النقط اللي عايزة تاخديها. حجمه 30 ملي، والصلاحية بتاعته 18 شهر، يعني سنة ونص من وقت لما تفتحي العلبة. السعر بتاعه بيتراوح ما بين 130 لغاية 139 على حسب المكان اللي بتشتري منه الزيت ده. انا جبته ب135، في اماكن بتبيعه بعد كده لقيته ب130، وفي اماكن بتبيعه ب139. هتلاقوه موجود في الصيدليات طبعا. هتلاقوه موجود في السوبر ماركتس الكبيرة، كارفور، هايبر، سعودي، مترو، كل السوبر ماركتس الكبيرة هتلاقوه موجود عندهم. الزيت مناسب لكل أنواع البشرة، وهو مغذي جدا لأنه هو فيه 8 زيوت طبيعية زي ما مكتوب على العلبة. هقول لكم الزيوت ايه هي وفوائدها. عايزة بس اقول لكم الاول على ريحته. هو ريحته مش هقدر، يعني بالنسبة لي ده رأيي الشخصي، يعني مش حاجة الله ريحته جميلة ولا ريحته وحشة، عادي، ريحته عادية بالنسبة لي. هي ريحته عاملة زي ما تكون عارفين لما تدخلوا محل ورد بتلاقوا ريحة الورود كلها مختلطة كده مع بعضها، مش عارفة تحددي ريحة ايه معينة، يعني مفيش ريحة وردة معينة باينة، بس هو روايح، كوكتيل كده، روايح على بعضها زي ريحة محل الورد. انا بتفكرني كده بالريحة دي. هو الزيت خفيف مش دهني، يعني متحسيش ان انت حطيتي زيت تقيل على وشك، خفيف جدا، بيمتص بسرعة، والمفروض تستخدميه مرة الصبح ومرة بالليل. هوريكم دلوقتي الملمس بتاعه. ناعم قوي قوي وبيرطب كويس، ممتاز، ترطيبه رهيب بصراحة، حلو قوي. بيعمل، شايفين اللمعة دي؟ كمان لما هتهدى عن كده فبيعمل لمعة كده صحية في الوش، بيبقى شكله حلو قوي، والبشرة بتمتصه على طول، يعني دقيقتين هتلاقي ده خلاص البشرة شربته ومش مزيتة. نيجي بقى الزيوت اللي مكتوبة عليه هنا. 8 زيوت زي ما قلتلكوا. زيت اللافندر. زيت اللافندر بيساعد على تحفيز البشرة انها تنتج كولاجين بشكل احسن. زيت الورد بيحمي من الشيخوخة وبيعمل توحيد للون البشرة. زيت الروزماري والبردقوش، الاتنين دول مقاومين للبكتيريا. زيت البرتقال ده بيحافظ على الكولاجين اللي موجود في بشرتنا اصلا، بيحافظ عليه ان هو ما يقلش او كده. وفي زي ما قلنا اللافندر بيحفز البشرة انها تنتج زيادة كمان. وزيت الكامومايل. زيت الكامومايل ده ملطف ومرطب للبشرة. واخر زيت ما كنتش اعرفه ولا عمري سمعت عنه اللي هو اسمه الجيرانيوم. الجيرانيوم ده اللي انا قريته عنه ان هو بيعمل تعادل في البشرة، يعني يتحكم في الدهون بتاعتها، فعشان كده هو ينفع لكل انواع البشرة، سواء دهنية او عادية او مختلطة او جافة.
بيكون مناسب لكل انواع البشرة، لان هو بيعمل تعادل، بيتحكم في افراز الدهون. لو بشرتك جافة بيخليها تترطب كويس، ولو دهنية قوي والزيوت بتطلع كتيرة بيتحكم في ان هو يفرز الكمية اللي بشرتك محتاجاها عشان تكون مترطبة. تمام. فده بالنسبة للزيوت اللي موجودة في زيت لوريال بتاع الوش ده. نيجي بقى لتجربتي انا مع الزيت ده. التجربة بتاعتي انا اول ما استخدمته للامانة يعني طلع لي حبوب، ومش في وشي كله. انا توقعت ان هو هيبقى هيعمل لي حبوب في الحتت اللي هي دهنيه، بس لقيته لا، ما عملش كده. هو عمل لي حبوب في الحته دي، الجزء اللي تحت الخد ده طلع لي حبوب صغيره كتير كده. فاكتشفت ان انا بستخدمه غلط اصلا، وبحط منه كميه كتير جدا. هو انا كنت بحط نص القطاره مثلا، ده كتير جدا. هو محتاج يعني نقطتين 3 بالكتير بيكونوا كفايه جدا يعني. فدي بس للامانه انا بقول لكم كده، فخلوا بالكم، علشان هو مش معناه ان هو وحش، هو انا اللي استخدمته غلط. فما تستخدموش منه كتير. هو من 3 ل5 نقط بالكتير جدا. 5 نقط ده لو بشرتك يعني جافه جدا فتقدري تزودي، لكن لو بشرتك عاديه او مختلطه زي كده خليكي 3 نقط كفايه جدا. بستخدمه ازاي؟ بستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل. الصبح باخد منه بعد ما بغسل وشي، باخد نقطتين 3 وبسيحهم او بدفيهم كده بين صوابعي، وبعدين ببتدي اطبطب كده واشد يعني بشد وشي كده. تمام. وبستخدمه على وشي كله وتحت عينيا وكل حاجة، وبستخدمه على الرقبة. وكمان ما تنسوش يا جماعة الحتة دي اللي هي تحت الدقن دي، عشان دي بتعجز برضو. فدايما ما تنسيش رقبتك والحتة دي تعملي لها دايما ترطيب وتعتني بيها. وكمان بحط منه على ايديا. احيانا بخلطه مع الوصفات الطبيعية. انا يمكن قلت لكم ما بعملش ماسكات كتير يعني، بس ساعات لما بعمل ماسك بحط منه كمية، مثلا نقول نص القطارة او القطارة كاملة، وبستخدمه مع الماسك اللي انا بعمله. بستخدمه كمان، تقدري تستخدميه لوحده هو الزيت بس بعد ما ترطبي وشك، لانه فعلا مش يعني ممكن تبقي مش محتاجة ترطيب تاني. هو لوحده كفاية. او انك تخلطي منه نقطة مثلا مع الكريم اللي هتستخدميه لوشك. انا كمان بستخدمه مع الصن بلوك. بحط منه نقطة مع الصن بلوك وبوزعه على وشي، وبنزل لو مش هبقى حاطة ميك اب يعني بعمل الموضوع ده مع الصن بلوك. كمان بستخدمه احيانا، بس الموضوع ده جربته في الشتاء. اللي انا هقوله دلوقتي ده جربته في الشتاء، مجربتوش في الصيف. الفاونديشن لما بستخدمه ساعات بحط معاه نقطة كده، باخد نقطة بسيطة او نقطتين، 2 بامب مثلا من الفاونديشن ونقطة من الزيت ده، وبوزعه على وشي. بيبقى عامل زي البيبي كريم شوية كده، بيديكي لون بسيط يعني، بيخفف الفاونديشن. دي حاجة تانية برضو جربتها في الشتاء. بس جربت ان انا وانا بوزع الفاونديشن بالفرشة بحط نقطة على الفرشة او على البيوتي بلندر وبوزع الفاونديشن. بيعمل اضاءة حلوة كده للوش، بتبقى الوش فيه لمعة حلوة. انا بحب يعني مبتضايقنيش، مش لمعة مزيتة لا، يعني بحب اللمعة تبقى كأن الوش فيه نضارة كده طبيعية يعني، ولمعة صحية. وساعات بستخدمه لوحده من غير حاجة يعني. باخد هو الزيت حطيته خلاص، وبرجع احط تاني نقط كده، نقطة يعني بوزعها كده وبعملها على اماكن الاضاءة. برضو بيعمل شكل حلو قوي وطبيعي للوش. بينعم جدا، بيرطب جدا وشك، بيعمل زي بعد ما تحطيه تحسي وشك عامل زي وش البيبي، ناعم قوي 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 ومترطب كويس وفيه نضارة ولمعة صحية. ويمكن ده سبب
خلى وشي اتحسن شويه الفتره اللي فاتت، لان انا بقالي فتره بستخدم الزيت ده وفعلا انا حاسه بفرق. وفي ناس علقت قالت لي انه شكل وشي اتحسن يعني، فهو ده السبب كمان من ضمن الاسباب يعني اللي خلت وشي يتحسن، هو الزيت ده. بس كده، هو ده كان كل حاجة عن الزيت ده وتجربتي معاه. وأتمنى ان هو يعني الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تستخدموش منه كتير. ممكن تزودي سنة قبل ما تنامي لو هتستخدميه لوحده مش هتستخدمي معاه كريم او حاجة. خلي مثلا ال3 نقط دول خليهم 5 وزعيهم على وشك وتدخلي تنامي علشان يبقى فيه تغذية اكتر يعني قبل النوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه وجاوبتكم على كل الاسئله اللي سالتوها لي على الزيت ده، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جايه تاني، ومع السلامه.